من عبد الله واجدع من عبد الله، وعيلته عرفت تربيه عن عبد الله اللي عيلته تعهدت قدامي ان هو هيرجع. عيلته عارفه كويس قوي ومرتبه كويس قوي ومظبطه كويس قوي، وعارفه ان امريكا، لان عبد الله ماهوش جواز سفر على فكره، عبد الله سحبت اوراق سفره ووثيقه سفره في امريكا. يبقى هو مرتب مع امريكا بقى. مش غلطتنا ابدا على الاطلاق ان احنا ندافع عن مبدا وبعدين هذا يطلع بلا مبدا. راح عبد الله في 60 سلامه، ولا يهمنا. مصر فيها مليون حد اجدع واحسن وانضف ويستاهل يعيش في البلد. انت مش شايف انها بلد تستاهل؟ ان شاء الله ما عنك رجعت، ان شاء الله ما عنك رجعت. الناس كلها بتقول لك انتربول ونجيبه، لا 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 لا، ما يستاهلش نصرف مليم ندور عليه. عارفين يعني ايه؟ ما يستاهلش نصرف مليم. هل انا ندمانه ان احنا عملنا كده؟ هل انا ندمانه ان احنا طالبنا ويعني انحازنا لمبدا ان شاب بياخد حقه؟ لا مش ندمانه، وممكن اعملها مره وتاني وعشرة، لان انا مؤمنه بالمبدا. بندافع عن الحريه، بندافع عن حق الشاب ان هو يجد فرصه، بندافع عن مبادئ اساسيه طالما لم يثبت عليه جريمه. بندافع عن كل ده. هم يطلعوا بقى خونه، هم يطلعوا مجرمين، هم يطلعوا مظبطين مع دول تانية وعملاء. عبد الله كفايه ان انت عمرك ما هترجع مصر. عارف يعني ايه؟ عمرك ما هترجع مصر. افضل بقى هناك او روح قطر، دي نتيجتك ومصير اهلك كلهم كمان. طيب، معايا على الهاتف استاذ علي السيد رئيس تحرير مصر اليوم.